السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. حبيبنا في تانية ثانوي الفترة اللي فاتت كل الحصص اللي نزلت كانت الجبرا، ووصلنا للدرس الخامس في الالجبرا. طيب دلوقتي هنشرح ايه؟ هنشرح الكالكولس. هو احنا خدنا ايه في الكالكولس؟ الكالكولس ده خدنا اول درسين في الليميت. اول درس كان بيتكلم على الليميت جرافيكالي، وتاني درس كان بيتكلم على الليميت في 3 اجزاء. ايه هم الثلاث اجزاء؟ الفاكتورايز واللونج ديفيجن والكونجوجيت. دلوقتي هناخد الدرس الثالث في الكالكولس اللي هو بيتكلم على ايه بقى؟ حاجه اسمها ذا لو. بنستخدم قانون عشان نحل الليميت. بالنسبه لي اسمه درس البصمجه. بصمج. يعني ايه بصمج؟ انت هتفهم دلوقتي. الدرس مش معتمد على فهم. انت هتفهم بس انا هشرحه لك وهقول لك تحل، وانت ان شاء الله هتحل من غير اي حاجه. طيب بس هقول لك بقى على نقطه صغيره، ودي احنا اتفقنا عليها على الجروب ان شاء الله. انا وانا بشرح هحل كل اسئله الايساي اللي موجوده في كتاب المعاصر، والهوم ورك بتاعك هيبقى اللي تشوز بتاع كتاب المعاصر، وهنزل لك برضو فيديو حل ليه ان شاء الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى مع بعض نشرح نشوف الدرس بيتكلم عن ايه. بص يا باشا، انا هدي لك سؤال الاول، هقول لك ليميت x tends to 2 x سكوير ماينس 4 على x ماينس 2. تعالى افكرك الليميت ده كان بيتكلم على ايه. بص كده يا باشا، انت السؤال ده كنت بتحله ازاي؟ كنت بتقول لي يا مستر ده اسمه ليميت x tends to 2 في براكت فوق وتحت. انت عارفه البراكت ده بتعرفه منين؟ من الحته دي. x tends to 2 يبقى في براكت فوق اسمه x ماينس 2 وبراكت تحت اسمه x ماينس 2. وترجع تبص للسؤال، x ماينس 2 اهي، x ماينس 2 اهي، خلاص قشطه، يبقى اللي تحت مظبوط. اللي فوق x سكوير ماينس 4 ليها فاكتورايز x تايمز x ونيجاتيف 2 تايمز بوزيتيف 2. وبعد كده بتكنسل اللي بيعمل 0 فوق واللي بيعمل 0 تحت وتعوض. تقول لي في الاخر 2 بلس 2 الريزلت في الاخر طلع بكام؟ ب 4. دي طريقه حل. طيب ناخد سؤال كمان. سؤال كان اسمه كده ليميت x تندس تو 9 وفوق x ماينس 9 وتحت روت x ماينس 3. ده كان ليه طريقتين للحل. ايه هما الطريقتين؟ صلى على النبي. طريقه بستخدم الكونجوجيت اللي انت كنت بتعمل كده، ليميت x تندس تو 9 و x ماينس 9 على روت x ماينس 3. لقيت في روت x بعمل كونجوجيت. طب يلا اعمل كونجوجيت. روت x بلس 3 وروت x بلس 3. طب كنت بتحلها ازاي؟ كنت يا مستر اللي فوق ما فيهوش مشكله، فبيتساب زي ما هو. ادي ليميت x تندس تو 9. طب فوق x ماينس 9 زي ما هي، ماليش دعوه بيها. والبراكت ده نفس الكلام، روت x بلس 3 ماليش دعوه بيه. طب تحت كنت بتقول روت تايمز روت، الروت بتروح يبقى x. نيجاتيف 3 تايمز 3 بنيجاتيف 9. واعمل سمبليفاي كده، x ماينس 9 راحت مع x ماينس 9. طب وبعدين روت x بلس 3 عوض. روت 9 بلس 3 طلعت ب 3 بلس 3 اللي هي كام؟ 6. دي كانت طريقه الكونجوجيت. طب وهل السؤال ده ليه طريقه في الفاكتورايز؟ ليه طريقه في الفاكتورايز. ادي ليميت x تندس تو 9 x ماينس 9 وروت x ماينس 3. صلى على النبي. تعالى فوق نتكلم بس الاول. هو انا لو قلت لك x سكوير ماينس 9 الفاكتورايز بتاعها عباره عن ايه؟ x ماينس 3 وx بلس 3. طب لو جيت قلت لك نجمه باور 2 ماينس 9 هتقول لي نجمه ماينس 3 ونجمه بلس 3. طب لو جيت قلت لك كده x باور 4 ماينس 9 تعرف تعمل له فاكتورايز؟ x ماينس 2 x باور 2 x باور 2 ماينس 3 بلس 3. طب x باور 6 ماينس 9 هتقول لي برضه نفس الكلام. هتقول لي ايه بقى؟ x باور 3 ماينس 3 وx باور 3 بلس 3. طب x باور 8 4 و4 صح؟ طب اسمع دي. فاكر انت تعرف تقول لي الاكس دي لو قسمتها لحاجتين تايمز بعض تتقسم لايه؟ عباره عن روت اكس تايمز روت اكس. روت اكس تايمز روت اكس. طب ما روت اكس تايمز روت اكس باكس. طب اسمع كده بقى، ليميت اكس تندس تو 9. تعرف تفك اكس ماينس 9 دي؟ بص، روت اكس ماينس 3 وروت اكس بلس 3 وتحت في روت اكس ماينس 3. عملت لها فاكتورايز ازاي؟ ما دي لو كانت اكس سكوير كنت هتكتب اكس واكس. طب هي دلوقتي اكس، كتبت روت اكس وروت اكس. اكس ماينس 3 هتروح مع اكس ماينس 3، ايه اللي هيتبقى؟
روت اكس بلس 3 عوض ب 9 هتطلع برضو بكام؟ روت 9 بلس 3 طلعت بكام في الاخر؟ ب 6. شفت الطريقه دي كونجوجيت، شفت الطريقه دي فاكتورايز. هناخد طريقه ثالثه لنفس السؤال، هي زلو بصمج. طب يلا بينا نشوف اللو ده بيتحل بيه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا بينا نبدأ. قال لك لو انت معاك سؤال، شكله كده ليميت اكس تندس تو اي رقم ايه، ولقيت في السؤال هنا اكس وهنا اكس، هنا ايه وهنا ايه، لقيت في النص ماينس، ولقيت الباور اللي فوق زي بعض، هنا باور ام وهنا باور ام، ولقيت الباور اللي تحت زي بعض، هنا باور ان وهنا باور ان. نقول تاني، لو لقيت في السؤال ليميت اكس تندس تو ايه، هنا اكس هنا اكس هنا اكس، ايه تمام. الريزلت على طول يبقى ايكوال ايه، ده القانون بقى. الباور اللي فوق على الباور اللي تحت، الرقم اللي لوحده باور اللي فوق ماينس اللي تحت. تاني الباور اللي فوق على الباور اللي تحت، الباور اللي فوق على الباور اللي تحت، الرقم اللي لوحده اللي هو ايه هنا، اللي هو هنا، باور اللي فوق ماينس اللي تحت، الباور بتاعه اللي فوق ماينس اللي تحت. قشطه. مثال مثلا جيت قلت لك ليميت اكس تندس تو لوجي، يبقى لازم اللي مكتوب هنا اكس واكس، ما دي اكس واكس واكس، ودي لوجي، يبقى لازم يبقى فيه لوجي هنا ولازم يبقى فيه لوجي هنا، لازم في النص ما بينهم ماينس، لازم الباور اللي فوق زي بعض، عملت هنا نجمه وعملت هنا نجمه، والباور اللي تحت زي بعض، عملت هنا دوريه وعملت هنا دوريه. يبقى الليميت في الاخر ايكوال كام؟ بص هتقول لي كده، الباور اللي فوق اللي هو النجمه على الباور اللي تحت اللي هو الدوريه، الرقم اللي لوحده عندنا لوجي، باور النجمه ماينس الدوريه. يعني اي سؤال لازم يبقى ماشي بالترتيب ده، اي سؤال لازم يبقى ماشي بالترتيب ده. الرقم اللي هنا نفس الرقم اللي هنا نفس الرقم اللي هنا، الباور اللي فوق زي بعض، الباور اللي تحت زي بعض، لازم في النص يبقى ماينس. مستر فين البصمجه؟ هنشوف في الاسئله. قشطه كده خلصنا شرح. بسم الله الرحمن الرحيم، يلا نحل. كشكولك يا باشا وحل معايا. الباور اللي فوق على الباور اللي تحت الرقم لوحده، باور اللي فوق ماينس اللي تحت، الباور اللي فوق على الباور اللي تحت الرقم لوحده، باور اللي فوق ماينس اللي تحت. قشطه. يلا بينا نحل. طيب صلى على النبي، يلا بينا نحل. ليميت اكس تندس تو 2 اكس باور 3 ماينس 8 على اكس ماينس 2. اول سؤال هحله بالتفكير، اكنك بتفكر، بعد كده مش اكنك ما بتفكرش. مستر ادي ليميت اكس تندس تو كام؟ تو 2. فوق هنا كاتب لي يا مستر اكس باور 3 ماينس 8، هتقعد تفكر 2 باور كام؟ 2 باور 3 تديني 8، ادي 2 باور 3، وتحت في اكس ماينس 2. ماشي، السؤال ده سهل. بعدين البار اللي فوق 3 مظبوط، البار اللي تحت 1 بس مش مكتوب. فوق هنا 2 هنا 2 هنا 2 هنا ماينس هنا ماينس هنا 3 هنا 3، خلاص تمام. يبقى الباور اللي فوق على الباور اللي تحت، الرقم اللي لوحده باور اللي فوق ماينس اللي تحت، وشوف هيطلع بكام. طب دي طريقه. طيب دي طريقه قشطه، ودي اللي اصلا المفروض صح. طب مستر انت المفروض بقى بتحل ازاي؟ صلى على النبي. انا باجي اقول لك كده، ادي ليميت اكس تندس تو مين؟ نيجاتيف 5. تعال نفكر وتعال نحل. المفروض يا مستر هنا اكس بلس 5 تبقى المفروض بينهم ماينس. انا اعمل ماينس ازاي؟ فواحد هيفكر يقول لي مستر انت ممكن تكتب اكس ماينس نيجاتيف 5، وفوق هتقول لي اكس باور 4 ماينس 625، دي عباره عن 5 باور 4. فكده السؤال متلخبط ومش ماشي تبع القانون. صلى على النبي. شوف احنا بنحل ازاي، وده الحل اللي انت هتحله. بص يا باشا، انا ما بعتمدش سؤال، انا بعتمد الاجابه. شغل بصمجه هنبصمج،
ليميت اكس تندس تو كام؟ هو قال لي في السؤال نيجاتيف 5. قلت له ماشي شكرا، مش عايز حاجه منك تاني. دي اكس ادي اكس ادي اكس، دي ايه دي؟ نيجاتيف 5 ادي نيجاتيف 5 وادي نيجاتيف 5. هو في القانون قال لي في النص لازم يبقى ايه؟ نيجاتيف، رحت عامل نيجاتيف نيجاتيف. يا مستر مش مظبوط، مالكش دعوه، حل. بص كده، البار اللي فوق كام؟ 4، رحت انا عامل هنا 4 وعملت هنا 4. البار اللي تحت كام؟ عملت هنا 1 وعملت هنا 1. قشطه. نقول تاني بالراحه، نقول تاني بالراحه. هو قال لي اكس تندس تو نيجاتيف 5، رحت انا كاتب اكس واكس ونيجاتيف 5 ونيجاتيف 5، والقانون لازم يبقى في النص نيجاتيف، فانا رحت حاطط نيجاتيف نيجاتيف. تمام. البار اللي فوق 4 عملت 4 و4، البار اللي تحت 1 عملت 1 و1. يا مستر ده كده انا بوظت السؤال. لا مفيش حاجه باظت، اي حاجه هتعملها سمبليفاي هتطلع زي دي بالظبط. قشطه قشطه. تعال نشوف بقى الحل. البار اللي فوق على البار اللي تحت، الرقم اللي لوحده هو نيجاتيف 5، بار اللي فوق ماينس اللي تحت، واحسبها بالله شوف هتطلع بكام. تعال نشوف اللي بعده. ليميت اكس تندس تو ايه؟ اكس باور 5 ماينس اي باور 5 على اكس ماينس ايه. خلاص يا باشا، هو كده كده مظبوطه، يعني هي مظبوطه ما فيهاش لعب. اكس 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 اي 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 ماينس ماينس 5 5 قشطه 1 1، بس مش مكتوب. طب يلا الريزلت يبقى ايكوال كام؟ البار اللي فوق على البار اللي تحت، الرقم اللي لوحده هنا مكتوب ايه؟ بار اللي فوق ماينس اللي تحت، فطلعت في الاخر 5 اي باور 4. قشطه الاجابه 5 اي باور 4. طيب تعال نشوف اللي بعده. ليميت اكس تندس تو نيجاتيف 3. بص بقى السؤال اهو متلخبط متلعبك، بص ببصمج ازاي. ليميت اكس تندس تو كام يا معلم؟ نيجاتيف 3. ما تفكرش، اكس 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 نيجاتيف 3 نيجاتيف 3 نيجاتيف 3. احنا اتفقنا في النص لازم يبقى ماينس. البار اللي فوق كام؟ 4، هتكتب هنا 4 وهتكتب هنا 4. البار اللي تحت كام؟ 5، كتبت هنا 5 وكتبت هنا 5. قشطه قشطه. طب تعالى بقى، الريزلت ايكوال كام؟ البار اللي فوق على البار اللي تحت، البار اللي فوق على البار اللي تحت، الرقم اللي لوحده نيجاتيف 3، بار اللي فوق ماينس اللي تحت 4 ماينس 5. قشطه قشطه. تعالى نشوف اسئله كمان، صلى على النبي. تعالى كده بص. ليميت اكس تندس تو 2. ظبط شكل السؤال. ليميت اكس تندس تو 2، مش عايز اكتر من كده. ادي اكس ادي اكس ادي 2 ادي 2، لازم في النص ماينس. البار اللي فوق كام؟ 6 6. البار اللي تحت كام؟ 7 7. ولو جربت 2 باور 7 هتطلع 128، 2 باور 6 هتطلع 64. يلا الريزلت ايكوال كام بقى؟ البار اللي فوق على البار اللي تحت رقم واحد، البار اللي فوق ماينس اللي تحت، البار اللي فوق على البار اللي تحت، الرقم اللي لوحده بار اللي فوق ماينس اللي تحت. مستر هنا نيجاتيف. لا يا حبيبي 2 اهي، اكس تندس تو 2. قشطه قشطه. اللي مش مصدق بقى ان ده بصمجه احسن من التفكير. تعالى ليميت اكس تندس تو 2 باور اكس باور 6 ماينس 128. لو انت هتحل حل طبيعي هتقول لي يا مستر دي 2، هاخد ال 2 من فوق كومن فاكتور وخلاص، السؤال هيبقى اكس باور 6 ماينس واعمل 128 ديفايدد 2 هتطلع ب 64، وتبدا تحل السؤال عادي. سؤال زي ده 3 اكس بلس 6 هتاخد 3 كومن فاكتور، هيبقى اكس بلس 2، هتقول لي اكس ماينس نيجاتيف 2. حوار والله صدقني حوار. تعال نشوف احنا بنبصمج ازاي. دي ليميت اكس تندس تو كام؟ 2. شكرا. ادي اكس وادي اكس، ما تبصش للسؤال بقى، وادي 2 وادي 2، لازم في النص ايه؟ ماينس، رحت عامل ماينس. البار اللي فوق كام؟ 6 6. البار اللي تحت كام؟ 2 2. مستر في 2 قدام الاكس صح؟ طلعها بره، ادي 2 اهي، مش هتزعل، ما تخصنيش في السؤال، والسؤال بقى مظبوط زي الفل. اكس. تعالى يلا، البار اللي فوق 6، البار اللي تحت 2، الرقم اللي لوحده 2 باور 6 ماينس 4 ماينس 2. وما تنساش ال 2 اللي هي لوحدها دي. تاني ليميت اكس تندس تو نيجاتيف 2. بصمج السؤال. ليميت اكس تندس تو نيجاتيف 2. ادي اكس وادي اكس، ادي نيجاتيف 2 وادي نيجاتيف 2، لازم في النص ماينس. البار اللي فوق 6، البار اللي تحت 1. مستر في 3 قدام الاكس. ايوه خليها بره، ادي 3 كتبتها تحت عشان ال 3 كانت تحت، فوق مفيش حاجه اكتب 1. تمام. يلا حل. البار اللي فوق 6، البار اللي تحت 1، الرقم اللي لوحده نيجاتيف 2 باور 6 ماينس 1 تايمز 1 على 3
ايه 1 على 3 ده يا مستر؟ ده الرقم اللي انت طلعته. هو في الاصل احنا خدناه كومن فاكتور، بس انا ما بقولش كومن فاكتور، احنا بنضحك على بعض. قشطه قشطه. تعال نشوف سؤال كمان. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ليميت اكس تندس تو نيجاتيف 1 اكس باور 10 بلس اكس على اكس باور 7 ماينس اكس. الحلو ما يكملش. بصمجه يا مستر، صلى على النبي. اكس واكس هتاخد اكس كومن فاكتور، اكس واكس هتاخد اكس كومن فاكتور. ادي ليميت اكس تندس تو نيجاتيف 1. خدت اكس كومن فاكتور من فوق، اللي اتبقى اكس باور 9 بلس 1. خدت اكس كومن فاكتور من تحت، اللي اتبقى اكس باور 6 ماينس 1. باشا الاكس هنا راحت مع الاكس هنا، خلاص شكرا الحمد لله الحته دي خلصت. يبقى ايه اللي اتبقى عندي؟ ادي ليميت اكس تندس تو نيجاتيف 1. اكس واكس نيجاتيف 1 ونيجاتيف 1، اللي في النص ماينس. الباور اللي فوق زي بعض 9 و9، الباور اللي تحت زي بعض 6 و6. طب يلا، الباور اللي فوق على الباور اللي تحت، الرقم اللي لوحده باور اللي فوق ماينس اللي تحت، واحسب على الآلة. تعال نشوف اللي بعده. ليميت اكس تندس تو 1 1 ماينس اكس باور 9 على اكس باور 7 ماينس 1. صلى على النبي، انت متفق معايا على البصمجه. ادي ليميت اكس تندس تو 1. اشتغل يلا. ادي اكس وادي اكس، ادي 1 وادي 1 ماينس ماينس. وتعالى نشوف الباورات اللي فوق. الباور اللي فوق كام؟ 9. الباور اللي تحت كام؟ 7. مستر في غلطه. لا، ما انت مصحصح. الاكس هنا قدامها نيجاتيف 1 وهنا قدامها اكس بس، ما قدامهاش حاجه. الاكس هنا قدامها نيجاتيف صح؟ طلع النيجاتيف بره. طب يلا اشتغل. الباور اللي فوق على الباور اللي تحت، الرقم اللي لوحده باور اللي فوق ماينس اللي تحت، وفي ورا هنا نيجاتيف 1 اللي انا خدتها كومن فاكتور. قشطه قشطه. تاني بقى. ليميت اكس تندس تو نيجاتيف 1 اوفر 2، ودي 32 اكس باور 5 بلس 1، ودي 64 اكس باور 6 ماينس 1. بص انا هحلها مره وامسحها واحل الحل الاسهل. ماشي. واحد قال لي يا مستر احنا هنحل بنفس الحل اللي انت قلت عليه. ادي ليميت اكس تندس تو نيجاتيف هاف. قلت هنا اكس ماينس ماينس نيجاتيف هاف ونيجاتيف هاف. انت لحد دلوقتي صح. البار اللي فوق كام؟ البار اللي فوق 5. البار اللي تحت كام؟ البار اللي تحت 6. مستر انت كده بوظت السؤال. ايوه، عشان دي 32 اكس وانا كتبت اكس صح. مش في 32 قدام الاكس؟ طلعها بره. ادي 32 اهي. ومش في 64 قدام الاكس؟ طلعها بره. قشطه قشطه. ويلا حل السؤال. البار اللي فوق على الباور اللي تحت، الرقم اللي لوحده باور اللي فوق ماينس اللي تحت، وتايمز في الاخر 32 على 64. واحسبها على الاله شوف هتطلع بكام. دي طريقه حل معتمده على البصمجه فعلا، بس احنا ممكن نعمل حركه اذكى تخلي البصمجه اسهل. ايه هي؟ بص يا معلم، مبدئيا كده تعالى اشخبط معاك في الجزء ده. لما انا اقول لك اكس تندس تو هاف او 2 مثلا، هيها اكني بقول لك اكس ايكوال 2. طب لو جيت قلت لك اكس ايكوال 2 اوفر 3، تعرف تعمل كروس مالتيبليكيشن؟ اكس تايمز 3 هتبقى 3 اكس ايكوال 2. ايوه عايز توصلني يا مستر؟ عايز اوصلك لما انا اقول لك اكس تندس تو 2 اوفر 3، هيها 3 اكس تندس تو 2. ايوه يا مستر، يعني اعمل ايه؟ خلاصه الكلام لما تلاقي الرقم تحت حطه جنب الاكس، تلاقي الرقم تحت حطه جنب الاكس، تلاقي الرقم تحت حطه جنب الاكس. والحركه دي ما بتبوظش السؤال في حاجه. تعال نشوف. اكس تندس تو نيجاتيف هاف، انت هتكتبها ازاي بقى؟ هتكتبها الجديده. الليميت بدل اكس هكتب 2 اكس تندس تو نيجاتيف 1. قشطه. وبصمج. دي 2 اكس رحت كاتب 2 اكس 2 اكس. دي نيجاتيف 1 كتبت نيجاتيف 1 نيجاتيف 1. في النص لازم يبقى ماينس. الباور اللي فوق كام؟ 5. رحت عامل على دي كده باور 5، وعملت على دي كده باور 6. كده السؤال مظبوط ما فيهوش اي حاجه. ليه بقى؟ ما دي 2 اكس ودي رقم قدام الاكس. طب تعالى نشوف. الباور اللي فوق على الباور اللي تحت، الرقم اللي لوحده باور اللي فوق ماينس اللي تحت، والسؤال خلص. قشطه قشطه. مستر طب ما دي اجابه غير اللي فاتت. لا، ما دي كانت اللي فاتت بدل نيجاتيف 1 كانت نيجاتيف هاف، هنا المره دي نيجاتيف 1. الريزلت في الاخر هيطلع هو. قشطه عليك قشطه عليك. تعال نشوف اسئله كمان. طيب يلا يا باشا نحل. بسم الله
ليميت اكس تندس تو نيجاتيف 2 اوفر 3. ظبط شكلها خليك جدع. ادي ليميت بدل اكس تندس تو نيجاتيف 2 اوفر 3 هتبقى 3 اكس تندس تو نيجاتيف 2. بعدين 3 اكس نيجاتيف 2 نيجاتيف 2 في النص ماينس البار اللي فوق كام؟ ركز كده، البار اللي فوق كام؟ ايه ده انا نسيت البار. البار اللي فوق 5، يبقى هنا اكتب 5 وهنا 5. البار اللي فوق 3 هكتب هنا 3 واكتب هنا 3. طب يلا البار اللي فوق على البار اللي تحت 5 اوفر 3، الرقم اللي لوحده نيجاتيف 2 باور 5 ماينس 3. السؤال خلص. تعال نشوف اللي بعده. ليميت اكس تندس تو 2 اكس تندس ليميت 2 اكس تندس تو 3. هتقول لي ليميت 2 اكس تندس تو 3 2 اكس ماينس 3 جدع. البار اللي فوق كام؟ جيت ابص البار اللي فوق 4، لا مش 4. ليه بقى؟ اقول لك. شفت الاكس اللي جنب ال 81 ده المفروض تبقى رقم بس. طب دي اكس، خلاص انا هشيل منها اكسايه، يبقى في هنا اكسايه. طب وجنب ال 3 هنا اكس باور 2، رحت حاطط اكس باور 2 بره برضه. اسالك سؤال، لما انت خدت من هنا اكس باور 2 دي كانت اكس باور 3 بقت اكس باور 1، انت خدت منها اكس باور 2، يبقى هنا 2 اكس باور 1 و3 باور 1. طب اللي فوق خدت منها اكسايه بقت دي اكس باور 3، يبقى اكتب هنا باور 3 واعمل هنا باور كام؟ باور 3. قشطه يا راجل محترم. طب ودي يا مستر؟ يا عم سيبها. طب يلا الريزلت في الاخر هيطلع بكام؟ السؤال كده مظبوط. البار اللي فوق على البار اللي تحت، الرقم اللي لوحده باور اللي فوق ماينس اللي تحت. طب ودي يا مستر اكس على اكس باور 2. تعال نشوف الاكس بكام. ما هي 2 اكس تندس تو 3، الاكس بس هتبقى تندس تو كام؟ 3 اوفر 2. يعني اشيل كل اكس واحط 3 اوفر 2. دي اكس هتبقى 3 اوفر 2 على اكس باور 2 3 اوفر 2 باور 2. او واحد عمل سمبليفاي وقال لي اكس على اكس باور 2 هتبقى 1 على اكس. صح. قشطه قشطه. هطخ ده كله على الاله واشوف هيطلع بكام. تمام. تعال نشوف اللي بعده. طيب صلى على النبي. دخلنا في حته جديده. ايه هي؟ البار بالنيجاتيف. البار غريب باشا ما يخصناش. ليميت اكس تندس تو 2 اكس باور نيجاتيف 7 ماينس 2 باور نيجاتيف 7. ايه ده؟ ما خلاص السؤال خلص. تعالى يا باشا حل. البار اللي فوق زي بعض، البار اللي تحت زي بعض، اللي في النص ماينس. يبقى البار اللي فوق على البار اللي تحت، الرقم اللي لوحده باور اللي فوق ماينس اللي تحت، واحسبها شوف هتطلع بكام. تعال نشوف اللي بعدها. ليميت اكس تندس تو نيجاتيف 1. يبقى هنا ماينس 1 بس، لا ليميت اكس تندس تو نيجاتيف 1 اكس باور نيجاتيف 4 ماينس نيجاتيف 1 باور نيجاتيف 4. طب وهنا اكس باور نيجاتيف 18 ماينس نيجاتيف 1 باور نيجاتيف 18. الباور اللي فوق زي بعض، الباور اللي تحت زي بعض، ماشي. يبقى نيجاتيف 4 الباور اللي فوق على نيجاتيف 18 الباور اللي تحت، نيجاتيف 1 باور نيجاتيف 4 ماينس نيجاتيف 18 فبقت بلس 18. قشطه قشطه. كده كده نيجاتيف 1 باور هيبقى حاجه هتطلع ب 1، لو ايفن تطلع ب 1، لو قلت تطلع بنيجاتيف 1. قشطه يا بطل. هكتبها على الاله والنيجاتيف راحت مع النيجاتيف، ماشي. ما هو كده كده الاله هتطير ده كله. تمام. تعال نشوف اللي بعده. ليميت اكس تندس تو روت 2 اكس باور 7 ماينس 8 روت 2 اكس باور 2 ماينس 2. السؤال بدأ يبقى شكله غريب، ولا يهزنا ولا يهمنا. ليه؟ عشان انت هتقول لي كده ليميت اكس تندس تو روت 2، ادي اكس وادي اكس، ادي روت 2 وادي روت 2 في النص ماينس. طب بعدين باشا الباور اللي فوق كام؟ 7. الباور اللي تحت كام؟ 2. ولو انت بينك وبين نفسك لو حسبت روت 2 باور 7 هتطلع 8 روت 2. انا مش هحسب. طب يلا الباور اللي فوق 7، الباور اللي تحت 2، الرقم اللي لوحده روت 2، باور اللي فوق ماينس اللي تحت. يلا اللي بعده. ليميت اكس تندس تو نيجاتيف روت 2. نفس الحركه. ليميت اكس تندس تو نيجاتيف روت 2. هتقول لي ايه؟ ادي اكس وادي اكس، ادي ماينس ماينس نيجاتيف روت 2 نيجاتيف روت 2. البار اللي فوق كام؟ 8 البار اللي تحت كام؟ 5. ويلا حل. البار اللي فوق على البار اللي تحت،
الرقم اللي لوحده باور اللي فوق ماينس اللي تحت، واحسب على الآلة شوف هتطلع بكام. قشطه يا بطل، قشطه يا باشا. يلا بينا نخش على حاجه جديده. صلى على النبي. ليميت اكس تندس تو نيجاتيف 3 على روت 2، وهنا قال لي 8 اكس باور 6 ماينس 729، وهنا روت 2 اكس ماينس 3. اعمل ايه؟ اقول لك تعمل ايه. بص، روت 2 هطلعها هنا، يبقى ليميت روت 2 اكس تندس تو نيجاتيف 3، وبصمج دي روت 2 اكس روت 2 اكس ماينس ماينس نيجاتيف 3 نيجاتيف 3. البار اللي فوق كام يا راجل يا محترم؟ 6. البار اللي تحت كام؟ 1. يبقى الريزلت بتاعك ايه بقى؟ البار اللي فوق على البار اللي تحت، الرقم اللي لوحده بار اللي فوق ماينس اللي تحت. السؤال خلص. تعالى اللي بعده. ليميت اكس تندس تو باي على 6. مستر اطلع ال 6 جنب الاكس؟ لا لا لا، ركز. ساين باور 3 اكس ماينس 1 على 8 ساين اكس ماينس هاف. ايه ده؟ ايه اللي دخل الساين في الموضوع؟ صلى على النبي. بص اللي انا هعمله، هاخد ساين للناحيتين، ساين هنا وساين هنا. هيبقى السؤال بتاعك ليميت ساين اكس تندس تو باي على 6. 180 ديفايدد 6 طلعت بكام؟ ب 30. ساين 30 بكام؟ بهام. دي لعبه كده لعبناها هنا عشان نمشي السؤال زي بعض. طيب تعالى بقى، دي ساين اكس، كتبت هنا ساين اكس ساين اكس ماينس ماينس هاف هاف. تمام. البار اللي فوق 3، البار اللي تحت 1. حل السؤال. البار اللي فوق على البار اللي تحت، الرقم اللي لوحده اسمه هاف، بار اللي فوق ماينس اللي تحت. قشطه قشطه. تعال نشوف اللي بعده. ليميت اكس تندس تو 2 اكس باور نيجاتيف 5 ماينس 1 على 32، اكس باور نيجاتيف 7 ماينس 1 على 128. مش هفكر. ليميت اكس تندس تو 2، البار اللي فوق اكس، البار اللي تحت اكس، نيجاتيف 5 نيجاتيف 7 ماينس ماينس الرقم هنا 2 عشان هنا 2، كتبت هنا 2 باور نيجاتيف 5 وكتبت هنا 2 باور نيجاتيف 7. وانت لو حسبت 2 باور نيجاتيف 5 هتطلع 1 على 32. طب يلا، البار اللي فوق نيجاتيف 5، البار اللي تحت نيجاتيف 7، الرقم اللي لوحده 2 باور نيجاتيف 5 ماينس نيجاتيف 7 بقت بلس 7. قشطه قشطه. تعال نشوف اللي بعده. تعالى بص اللي بعده. ليميت اكس تندس تو نيجاتيف 2. مستر عملت زي ما انت قلت لنا، ليميت اكس تندس تو نيجاتيف 2، اكس واكس ماينس ماينس نيجاتيف 2 نيجاتيف 2. البار اللي فوق كام؟ بص لي هنا، نيجاتيف 3 نيجاتيف 3. البار اللي تحت كام؟ نيجاتيف 8 نيجاتيف 8. المبدأ ما بيتغيرش. ايه اللي قدام الاكس هنا؟ 8. هل هنا في 8؟ لا، اكتب بره 8. والسؤال مشي صلنسي، مفيش اي مشكله. مستر هنا 1، هنا بقت نيجاتيف 2. ايوه، ما انا لما خدت 8 كومن فاكتور بقت دي 1 على 8، و1 على 8 هتبقى نيجاتيف 2 باور نيجاتيف 3 عشان اللي بره تبقى بلس. ايا كان باشا، امشي امشي. انت حليت صح. قشطه. البار اللي فوق على البار اللي تحت، الرقم اللي لوحده بار اللي فوق ماينس اللي تحت اتقلبت بقت بلس، وفي رقم 8 هنا ما تنساهوش. قشطه قشطه. تعال نشوف اللي بعده. ليميت اكس تندس تو 2 اكس باور نيجاتيف 8 ماينس 16 باور نيجاتيف 2 اكس ماينس 2. ليميت، تعالى خلينا بقى ازرق. اكس تندس تو 2، هنا في اكس هنا في اكس هنا في 2 هنا في 2. البار اللي فوق هنا كام؟ نيجاتيف 8. تروح حاطط هنا نيجاتيف 8. يا مستر ده كاتب نيجاتيف 2، مالكش دعوه يا ابني، دي 16 انت كاتب هنا 2. طب البار اللي تحت 1 1. يلا البار اللي فوق على البار اللي تحت، الرقم اللي لوحده باور اللي فوق ماينس اللي تحت، نيجاتيف 8 ماينس 1، وتشوف هتطلع بكام في الاخر. تعال نشوف اللي بعده. ليميت اكس تندس تو 4 اكس باور 7 على 4 ماينس 128. حل انت بتعرف تحل. ليميت اكس تندس تو 4، ادي اكس وادي اكس، ادي 4 وادي 4. متضايق؟ لا، نيجاتيف نيجاتيف. البار اللي فوق هنا كام؟ 7 على 4 يا مستر. يا عم انت مالك، اكتب 7 على 4 واكتب على دي كمان 7 على 4. طب البار اللي تحت 5 على 2 واكتب على دي كمان 5 على 2. لو حسبت دي على الآلة هتطلع صح، ما تفكرش كتير، حل. البار اللي فوق كام؟ 7 على 4 اوفر البار اللي تحت 5 على 2، الرقم اللي لوحده 4 باور 7 على 4 ماينس 5 على 2.
واحسب دي كده على الاقل، شوف هتطلع بكام، هتطلع صح. قشطه قشطه. تعالى نشوف اللي بعده. طيب سؤال بس كان في البورد اللي فاتت، هو ليميت اكس تندس تو 4 اكس باور 7 على 2 مش 7 على 4 ماينس 128 على اكس باور 5 على 2 ماينس 32. نفس الخطوات بالظبط، انا مش هغير في حاجه، بس انا كنت كاتب 7 على 4 مش 7 على هي المفروض 7 على 2 مش 7 على 4، فهي هتبقى اكس باور 7 على 2 ماينس 4 باور 7 على 2، وتحت اكس باور 5 على 2 ماينس 4 باور 5 على 2. قشطه. ده بس كانت في البورد اللي فاتت. طيب في البورد دي هنقول نوت الاول وبعد كده نشتغل ايه الاسئله بتاعتنا. ايه النوت بتاعتنا؟ بتقول لك لو انا جيت قلت لك اي روت هنا اكس، الباور بتاع الاكس ام، ودي اسمها انس روت. يعني ايه انس روت؟ يعني اي روت. طب دي بتبقى ايكوال كام؟ الباور اللي جوه على اللي بره، 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 اللي جوه ام، يبقى دي اكس باور ام على اللي بره ان. مثال سكوير روت لاكس بس اكس باور اللي جوه 1، ودي اسمها سكوير روت، ففي 2 مكتوبه هنا بس ما بتتكتبش، يعني 2 ما بتتكتبش، يبقى دي 1 على 2. طب كيوبيك روت للاكس هتبقى اكس باور 1 اوفر 3. طب فيفث روت لاكس باور 3 هتبقى اكس باور اللي جوه على اللي بره، يبقى 3 على كام؟ على 5. قشطه قشطه. تعالى نشوف الاسئله. ليميت اكس تندس تو 1 7th روت للاكس ماينس 1. ظبطها. ادي ليميت اكس 1 بصمج اكس ماينس 1 اكس ماينس 1. الباور اللي فوق كام؟ دي 7th روت، يعني اللي جوه 1 بس ما بتتكتبش، واللي بره 7، يبقى دي 1 على 7، ودي 1 باور 1 على 7، ودي اكس باور 1، ودي 1 باور 1. يلا الباور اللي فوق 1 على 7، الرقم اللي لوحده 1 باور 1 على 7 ماينس 1. تعالى اللي بعد. ليميت اكس تندس 3 سكوير روت لاكس باور 3. باشا ما يهمناش. ليميت اكس تندس تو 4. بص كده، ادي اكس وادي 4 ماينس ماينس، الباور اللي تحت 2 كتبت 2 2. الباور اللي فوق كام بقى؟ الباور اللي جوه على اللي بره، اللي جوه على اللي بره. مصر ما فيش بره حاجه، لا في 2 بس ما بتتكتبش، يبقى دي 3 على 2 والفور دي عليها 3 على 2. يلا الباور اللي فوق كام؟ 3 على 2 اوفر الباور اللي تحت 2، الرقم اللي لوحده 4 باور 3 على 2 ماينس 2، باور اللي فوق ماينس اللي تحت. تعال نشوف اللي بعده. ليميت اكس تندس تو 16 فورث روت لاكس باور 7. عادي يا باشا، ادي ليميت اكس تندس تو كام؟ 16. ادي اكس وادي اكس ماينس ماينس، دي 16 كتبت 16 كتبت 16، الباور اللي تحت 1 مفيش مشكله، الباور اللي فوق 7 على 4، اللي جوه على اللي بره، يبقى 7 على 4، ودي هكتب هنا 7 على 4. قشطه قشطه. طب يلا كده بقى، يلا كده هتقول لي ايه؟ الباور اللي فوق على الباور اللي تحت 1، الرقم اللي لوحده باور اللي فوق ماينس اللي تحت اللي هو ماينس 1. قشطه عليك قشطه عليك. تعال نشوف اسئله كمان. تعال نشوف بقى السؤال ده، سؤالين افكار مختلفه شويه بس برضه لسه نفس الدرس. طيب سؤال بيقول لي ليميت اكس تندس تو 1 اكس فيفث روت للاكس ماينس 1 على اكس سكور ماينس 1. اللي فوق فيها مشكله، اللي هي اكس روت فيفث دي او فيفث روت للاكس. طب صلى على النبي، هعملها تحت ونحل فوق. صلى على النبي. انت عندك الكلمه دي اسمها اكس تايمز تايمز بينهم تايم فيفث روت للاكس، اللي هي عباره عن ايه؟ اللي هي عباره عن اكس باور 1 تايمز اكس باور 1 على 5. واحنا واخدين من زمان ان لو الاكس والاكس بينهم تايمز بعمل للبار بلس، التايمز 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 بعمل للبار بلس. ادي اكس 1 بلس 1 على 5، حسبتها على الآلة طلعت اكس باور 6 على 5. اكس باور كام؟ 6 على 5. طيب بالراحه كده، يبقى المفروض الجزء ده الجزء ده الجزء ده الجزء ده هو في السؤال اسمه ليميت اكس تندس تو 1، دي هتبقى اكس باور 6 على 5 ماينس 1 باور 6 على 5 برضه اوفر اكس باور 2 ماينس 1. يلا حل. الباور اللي فوق كام؟ 6 اوفر ال 5 اوفر الباور اللي تحت
2. الرقم لوحده 1 باور 6 اوفر ال 5 ماينس 2، وكده كده دي 1 باور، اي حاجه ب 1 يعني الريزلت في الاخر هيطلع 6 اوفر 5 ديفايدد 2 هتطلع 6 اوفر 10. طيب اللي بعده ليميت اكس تندس تو 1 اكس باور 21 اوفر 2 ماينس اكس باور 1 على 2 اكس باور 14 على 3 ماينس اكس باور 2 على 3. السؤال ده خدنا زيه من شويه بس كانت الباورات مظبوطه، دي باورات مش مظبوطه. طب صل على النبي بقى. ادي ليميت اكس تندس تو 1. اسمع وركز. مستر انا الاكس باور هاف دي مضايقاني عشان المفروض تبقى رقم، واكس باور 2 اوفر 3 مضايقاني عشان المفروض تبقى رقم. خلاص انا من فوق هاخد اكس باور هاف كومن فاكتور، ومن تحت هاخد اكس باور 2 اوفر 3 كومن فاكتور. وركز في دي، ركز في دي. بص لما باخد كومن فاكتور يعني بعمل ديفايدد، يعني انا لما اخد من دي اكس باور هاف كومن فاكتور هيبقى 1، ايوه عشان عملت ديفايدد فهنا بقى 1. تمام. طب لما بعمل ديفايدد بعمل للباور ماينس، بعمل للباور ماينس، يعني انت هتعمل 21 اهي، هتعمل 21 على 2 ماينس 1 على 2. طب 21 على 2 ماينس 1 على 2 طلعت بكام؟ ب 20 على 2 اللي هي بكام؟ ب 10. يبقى هكتب هنا اكس باور 10. طب تاني هاخد من تحت اكس باور 2 اوفر 3 كومن فاكتور، يعني هعمل 14 اوفر 3 ماينس 2 اوفر 3. رحت كاتب اهو 14 اوفر 3 ماينس 2 اوفر 3 طلعت بكام؟ ب 12 اوفر 3. طب 12 اوفر 3 طلعت بكام؟ ب 4. يبقى اكتب هنا اكس باور 4 واكتب هنا 10 واكتب هنا 4. قشطه. يعني الجزء الصعب هي الحته دي بس. طب يلا يا باشا، البار اللي فوق كام؟ 10. البار اللي تحت كام؟ 4. 1 باور 10 ماينس 4. تمام. والاكسات دي المفروض اعوض بيها. طب دي 1 باور هاف ب 1 باور 2 اوفر 3 ب 1 برضه، 1 على 1 ب 1، يعني ده في الاخر هيطلع 200 على 4. قشطه يا معلمه قشطه. تعالى سؤال غلبان كده. ليميت اكس تندس تو 4 هاف اكس باور 4 ماينس 128 على اكس ماينس 4. بعد حلنا فاهمينه وعارفينه. ادي ليميت اكس تندس تو 4، هكتب اكس وادي اكس ماينس 4 البار اللي فوق 4 البار اللي تحت 1. مستر في هاف قدام الاكس، طلعها بره حبيبي. البار اللي فوق 4 البار اللي تحت 1 الرقم اللي لوحده 4 باور 4 ماينس 1 وهنا هاف. واحسب على ده شوف هتطلع بكام. قشطه عليك قشطه عليك. تعال نشوف اللي بعده. طيب صلى على النبي. احنا دلوقتي بنعلى بليفل الاسئله معاك، يعني الاسئله الاولانيه كانت تافهه بنبدا نعلى بالليفل هنخلص دول نخش على اسئله شكلها اغرب من كده فركز بقى وحياه امك في الحته دي. بص يا راجل يا محترم، لو انا جيت قلت لك ليميت اكس تندس تو نيجاتيف 1، لو هنشتغل بصمجه هتقول لي دي اكس نيجاتيف 1 ماينس والحوار كله واقف على باورات. فصلي على النبي وركز. مستر دي اكس باور 4 كتبت 4 و4 بس عندي مشكله ان هنا دي اسمها 1 على اكس باور 4. طلع 1 على اكس باور 4 دي بره. فصلي على النبي وركز وشوف انت هتطلعها ازاي. 1 على اكس باور 4 دي مستر احنا ممكن نشيلها اصلا ونكتب مكانها اكس باور نيجاتيف 4. 1 على اكس باور 3 اشيلها واكتب مكانها اكس باور نيجاتيف 3. فكده بالنسبه لي دي اسمها اكس باور نيجاتيف 4 ودي اسمها اكس باور نيجاتيف 3. ماشي. رحت انا حاطط بره هنا اكس باور نيجاتيف 4 وحطيت تحت برضو اكس باور كام؟ نيجاتيف 3 عشان تبقى هنا 1 وهنا 1. تمام. جيت قلت لك لما بتاخد الحاجه كومن فاكتور بتعمل البار ماينس، بتعمل البار ايه؟ ماينس. فانت هتعمل 4 ماينس نيجاتيف 4. اسمع 4 ماينس نيجاتيف 4. ف 4 ماينس نيجاتيف 4 اكني بقول لك 4 بلس 4 تطلع بكام؟ ب 8. يبقى اكتب هنا اكس باور 8 ونيجاتيف 1 باور 8. طب تحت 3 ماينس نيجاتيف 3 دي خلاص بقت 1، ما انا خدت الاكس باور نيجاتيف 3 بره، فهعمل ماينس نيجاتيف 3 هتبقى بلس 3 تبقى دي كام؟ 6 ودي كام؟ 6. ويلا نحل السؤال. البار اللي فوق على البار اللي تحت الرقم اللي لوحده باور اللي فوق ماينس اللي تحت، وعندك هنا اكس باور نيجاتيف 4 هتعوض مكان نيجاتيف 1 وهنا تعوض مكانها بنيجاتيف 1. قشطه عليك يا راجل قشطه عليك يا راجل يا جدع. هتعوض دي كده على الاقل تشوف هتطلع بكام. دي مالهاش دعوه بيها، مالناش دعوه بدي. تعال نشوف اللي بعدها عشان اللي بعدها برضو فيها تاتش صغير كده. ليميت اكس تندس
2x تندس تو 1. لو هبصمج هقول له كده ليميت 2x تندس تو 1 واروح عامل كده واقول له دي اسمها 2x 1 1 ماينس ماينس البار اللي فوق كام والبار اللي تحت كام. لو جيت قلت لك البار اللي فوق 4 هقول له ماشي، هنا اكس باور 4 رحت قايل 4 هنا و4 هنا وهنا 1 رحت كاتب هنا 1 وهنا 1. بس عندي مشكله، بما انك انت مش فاهم اي حاجه تعرف تقول لي ايه المشكله؟ 5 على 16. ال 5 اوفر 16 دي المفروض ما تبقاش موجوده، المفروض يبقى مكانها كام؟ 1. طلعها بره. رحت قايل لك طلعتها بره رحت كاتب هنا 5 اوفر 16. تمام؟ السؤال ماشي صلنسي كده، انت صح. الخمسه دي طارت واتحط مكانها 16، في 16 عباره عن 2 باور 4. قشطه؟ يعني شوف حتى في ابسط الحاجه اللي مضايقك طلعه بره. ماشي. الاجابه تبقى ايه؟ البار اللي فوق على البار اللي تحت، الرقم اللي لوحده بار اللي فوق ماينس اللي تحت، وبعدين تايمز 5 اوفر 16 على جنب. قشطه عليك؟ قشطه عليك. ده كده بارت 1 في الليميت. فوق كده وخد ريست وننزل ببارت لو عشان ننزل ببارت 2 عشان بارت 2 اسئله مختلفه عن ده، اشكال مختلفه عن ده. قشطه عليك؟ قشطه عليك. خد ريست يا باشا براحتك واتفرج على بارت 2، الاثنين هينزلوا مع بعض. يلا يا باشا نشوف.